جاني اتصال على جوالي، تقول وانا اركب السياره رديت، طبعا رقم غريب ما اعرفه ولا شيء، تقول الا صوت حرمه بدات تسب وتشتم، تقول والله الالفاظ نابئه وبذيئه ولا يمكن تكون اساسا هذه من يعني جايه من باب المزح. قلت من انت؟ خير ان شاء الله، وش تبين؟ وش عندك؟ قالت انت تعكسين زوجي. قلت اول شيء من انت من انت علشان انا اقدر. قالت مو بشغلك، والله لا اتصل على زوجك واكلمه وابلغ عنك، انا حصلت رقمك كنت تتصلين على زوجي. قال لي زوجي اعطيني اكلمها انا. تقول بالبدايه رفضت، خلني اتفاهم معها. تقول له اخر شيء قلت حسبي الله ونعم الوكيل، اسال الله سبحانه وتعالى يشغلك بنفسك وان الله يسلط عليك من اقوى مني عليك. تقول انا سكرت المكالمه وهي تدعي علي برضه، ولكن ولله الحمد والمنه من فضل الله علي ان زوجي واثق بي ثقه تامه، لكن الشيطان قد يدخل مداخل يوسوس له فيما بعد. فمن بكره تقول كلمت واحد من اخواني واخذ الرقم وبطريقه خاصه، عرف باسم من، الا والله باسم رجل من قبيله عريقه وكريمه يعني، لكن قال لي وش رايكم؟ يقول اخوي استشيرني. قلت شوف طالما انها اتصال مره واحده هدوا الامور ان شاء الله سهله. تقول بعد مضي 10 سنوات من الواقعه، تقول في يوم من الايام هلا وجيني اتصال، استاذه فلانه بنت فلان. قلت نعم. تقول لا والله حرمه تبكي، خير ان شاء الله، من انت؟ قالت تذكرين الحادثه اللي حصلت قبل 10 سنوات لما في يوم كذا قلت صحيح، ما هذه ما اقدر انساها مدى الحياه. قالت ابي تسامحيني. قلت انت المتصله؟ قالت لا والله مو انا، لكن من جوالي متصله واحده. قلت كيف؟ قالت احنا كنا معزومين في زواج وفي واحده تشك بزوجها وفتشت جوال زوجها وحصلت الرقم هذا متصل على زوجها، وقالت بكلمها هددها ولعلها ان شاء الله ما عاد تتصل، واتصلت وهددت. تقول بعد تقريبا اسبوعين اتصلت علي وقالت طلعنا ظالمين البنت. قلت كيف؟ قالت اني مره انا كنت جايه للمدرسه عشان بنتي وما كان معي جوال، وطلبت جوالها واتصلت على زوجي يجي، واثناء تفتيش الجوال بعد فتره نسيت انا وقت المكالمه. عموما ترى الحرمه صابها مرض خطير نسال الله العافيه، وانا والله اني من ذاك الوقت وانا يعني احاول اتصل لكني ما قدرت اجيب الرقم لانها حذفته بعد المكالمه، فما قدرت اجيب الرقم. لكن لما انا عرفت الاسم رحت للمدرسه واخذت الرقم منهم. فانا ارجو يعني تحلليني انا. قلت شوف اما انت بالنسبه لي انا اتصلتي وطلبتي اني اسامح، الله يسامحك ويحلت، لكن بالنسبه لها لا والله ما انا مسامحتها لانها ارتكبت ظلم عظيم. نسال الله سبحانه وتعالى يكفينا واياكم شر انفسنا، جعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين.